السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا واحد صابلي اقتصادي، صابلي اللي ما كيديش معنا لا وقت طويل، وحتى المكونات ديالو بساطين، يعني ماشي مكونات غاليين. صابلي اقتصادي يمكن لكم تحضروه لاي مناسبه بغيتو، سواء مناسبات كبرى او لا صغرى. واحد صابلي المذاق ديالو كيجي صراحه مزيون بزاف بزاف. لا مذاقا ولا شكلا. قبل ما ندوزو الطريقه ديال التحضير، ما تنسوش متابعه قناه حلويات الامهات فضلا وليس امرا. كنقولكم شكرا على الاشتراك في القناه، وشكرا على المشاهده ديال الفيديو، وشكرا على الدعم ديالكم. واللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ندوزو على بركة الله من المقادير وطريقة التحضير. خليكم على فيديو حتى الآخر باش تفهموا الطريقة كيفاش يعني خدمنا هاد الصابلي. هي طريقة ديالو ماشي صعيبة، طريقة سهلة، يعني يمكن لكم بسيطة، يمكن لكم تفهموها دغيا. المهم خليكم مع طريقة التحضير والمقادير. وكما كتشوفوا دابا عيب لكم بانه صابلي اقتصادي، يعني ما فيهش بزاف د المكونات ولا بزاف ديال التعقيدات. المكونات ديالو بساطين، يمكن له اي واحد يحضر هذا الصابلي، ولكن المذاق ديالو كيجي مزيون صراحه. بالنسبه للمكونات، اول حاجه عندي هنايا 4 كيلو ديال البيان اولا الفول السوداني. من بعد ما حمرته في الفرن، يمكن لكم تقليوه، ولكن من احسن انكم تحمروه. لا بالنسبه للمذاق وحتى صحيا صراحه خصو ضروري يتحمر، يعني من احسن لما تقليوه. عندي هنايا واحد باكيه ديال بسكوي اي بسكوي بغيتو تعملوا، يعني اي بسكوي كتفضلوه يمكن لكم تعملوا، ماشي بالضروره واحد النوعيه مخصصه. انا يعني بغيت نشارك معكم النوعيه بالضبط باش نتوما ما تحيروش، يعني اي بسكوي بغيتو تعملوه. المهم باكيه كامله، يعني باكيه وحده فيها 200 غرام. عندي هنايا شوكولا. بالنسبه للنوعيه شوكولا انا استعملت ماكاو. نتوما يمكن لكم تستعملوا شي نوعيه اخرى يعني تكون جيده على هكذا. من احسن ما تستعملوا شي 5 او لا غالا في هذه الوصفه هذه. حيتاش يعني بديل الشوكولاته مثلا بالنسبه للغالا هو بديل الشوكولا، يعني ماشي مزيان. من احسن ما تستعملوش، يمكن لكم تستعملوا ماكاو. من احسن انكم تستعملوا ماكاو او لا تستعملوا شي، يعني شي ماركه اخرى، يعني شي ماركه اخرى من غير، يمكن لكم اقبيل او لا شي ماركه اخرى، ولكن ما تستعملوش هادو الشوكولا اللي قلت لكم. الجوج النوعيات هادو ما تستعملوهمش. وكما كتشوفوا هنايا هذه هي السيليكونه، شاركت معكم السيليكونه اللي استعملت. بقى واحد السيليكونه اخرى يمكن نخدموا بها هاد الصابلي، غادي نشارك معكم بها واحد الصابلي اخر، ويمكن لكم تخدموا بها حتى هاد الصابلي هذا. بالنسبه للعسل انا استعملت العسل ديال الاطلس. انتم يمكن لكم تستعملوا هذه او لا شي عسل اخرى، او لا يمكن لكم تستعملوا العسل الحره. المهم اختياري هذه المرحله هذه، ماشي بالضروره انكم تستعملوا واحد العسل يعني ضروريه. بالنسبه كما كتشوفوا الكاوكاو عندي مطحون، يعني طحنته مزيان، يعني طحنوه مزيان حتى يولي يعني تيولي غبره، يعني تيولي بودره كما كتشوفوا في لا فيديو. وحتى بالنسبه للبسكويت هو خصكم تطحنوه يعني مزيان. اول حاجه هنايا كما كتشوفوا انا شاركت معكم داكشي يعني بالتفصيل باش تفهموا يعني الطريقه جيدا. بالنسبه للشوكولا غادي نستعملوا شوكولا بيضاء، يعني 500 ديال الغرام، ما يعادل نص كيلو. انا هنايا ما عملتش يعني الشوكولا يعني ديك نص كيلو كامله في حمام مريم، هذه طريقتي، ولكن من احسن انكم تعملوا هذه الطريقه هذه. يمكنكم انكم عاد تجربوها عاد تعجبكم عاد تجيكم احسن. ما تعملوش يعني شوكولا كامله. كان عملت واحد شويه، يعني هو اصلا ديك الشوكولا ديال ماكاو كيجي مقسم على 4 ياك. كل مثلا كل مره كنعمل طرف، يعني كل مره كنعمل طرف باش حتى الشوكولا ما كتقصحش معنا. حتى لا قصحت ما كنضطروش ان مثلا عملنا واحد كميه بزاف وقصحت معنا واحد كميه يعني صغيره. تاني حاجه كنبقاو مثلا كنستعملوا ديك الكميه اللي عملناها، وملي كنساليوها عاوتاني كنعملوا اخرى في حمام مريم، يعني ما تخسروا والو. داكشي ما كيديناش الوقت بزاف. كما كتشوفوا الطريقه اللي عمرت بها السيليكونه، انا غنشارك معكم جوج ديال الطرق. كاين واحد الطريقه، هاد الطريقه هذه الاولى اللي شاركت معكم بها هكذا، وغنشارك معكم حتى الطريقه الثانيه اللي عملت. المهم انا شاركت معكم جوج ديال الطرق اللي جاتكم نتوما سهله او اللي جاتكم يعني قريبه لكم انكم جاتكم ماشي صعيبه، عملوها. وتاني حاجه علاش عمرت السيليكونه بالشوكولا، عملت لها جوانب والقاع، عاد غادي نخلط المكونات.
باش ندخلها هي المجمد يعني حتى يقصح لنا الشوكولا، على ما نكون انا مثلا خلطت المكونات اللي باقين، يعني كنستغل الوقت باش ما كتديليش واحد الوقت بزاف واطول. المهم هنايا كما كتشوفوا هذه هي الطريقه اللي استعملت باش عمرت السيليكونه. خليكم على فيديو وانتم كتشوفوا الطريقه ونكملوا يعني المقادير اخرين. من بعد ما دخلت سيليكون المجمد غادي نشارك معكم دابا الطريقه كيفاش جمعنا الحشوه. اعتذر هنايا هاد اللقطه هذه ما ردتش بان الكاميرا ما كانتش كتصور مزيان، ما كانتش يعني مركزه على داكشي اللي كنعمل. بالنسبه انا غادي نشرح لكم، كنتمنى ان حتى الهضره انها تقدر يعني تعاونكم على الفهم. غادي هي اصلا ماشي صعيبه وما كاينش بزاف د التعقيدات، يعني ما كاينش بزاف د المكونات اللي وما ماشي لقطه طويله اللي ما بانش فيها داكشي واضح. اول حاجه هنايا كما شفتوا غادي نخلط بسكوي مع الكاوكاو، غادي نخلطهم مزيان مع بعضيتهم، ومن بعد غادي نجمع الحشوه بالعسل. بالنسبه للناس اللي ما كتعجبهمش يعني الحلوى واحد درجه كبيره، يمكن لكم تضيفوا الحليب، يعني تعملوا العسل والحليب، يعني تعملوا شويه ربع كاس ديال الحليب، ربع كاس ديال الحليب والعسل. الناس اللي ما كتعجبهمش يعني الحلاوه حيت عندنا السكر، عندنا عفوا شوكولا والعسل، يعني داكشي حلو، يمكن لكم كما قلت لكم تجمعوها بالحليب، يعني تجمعوها بالحليب والعسل. المهم كما كتشوفوا هنايا غادي نضيف بالنسبه للعسل ما غاديش نضيف واحد كميه كبيره، غادي نضيف شويه ونخلط، نضيف شويه ونخلط حتى نشوف ان الخليط تجمع، يعني بقى يقدر يتشكل لنا كويرات، يعني ما بقاش مثلا كما كتشوفوا ماشي منسجم مع بعضياته. المهم كما كتشوفوا في لا فيديو غادي نضيف شويه د العسل ونخلط، نضيف شويه ونخلط، نضيف شويه حتى تجمع معنا الحشوه. كنتمنى ان تكون طريقه يعني طريقه بسيطه ووصلتكم المعلومه. وهاد المرحله هذه غادي ندوزو باش نعمرو السيليكونه. كما كتشوفوا الشوكولا من بعد ما دخلت المجمد يعني قصحت معنا وجمعت الحشوه، غادي نملا سيليكونه كامله بديك الحشوه، عمروها مزيان، يعني عمروها. انا هنايا كنت يعني كيفاش الطريقه كيفاش كنخدمها، كنعمل شويه 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 حتى كنسالي السيليكونه كامله وكنتكيل الحشوه، ومن بعد كنزيد نعمرها، يعني كنزيد نعمرها حتى كتبان لي انها كامله عمرت. ما تخليوش مثلا واحد الفراغ كبير من الشوكولا باش ما تجيناش يعني الحلوى فيها شوكولا كثر من الحشوه، يعني يكون داكشي متوازن. وحتى بالنسبه للجنابات الطريقه اللي شاركت معكم انا ديال كيفاش نعدلو سيليكونه راه ما كتجيش في الجناب ديالها بزاف ديال الشوكولا، كيجي داكشي قليل بزاف، يعني شويه، يعني واحد الطبقه بسيطه، يعني واحد الطبقه رقيقه ما كتكونش يعني غليظه. هنايا غادي نملا عفوا الحشوه في السيليكونه كما قلت لكم كامله، ومن بعد غادي نخوي عليها الشوكولا، غادي نخوي عليها الشوكولا حتى نعمر سيليكونه مزيان كما كتشوفوا في لا فيديو. وهنا من بعد ما غادي نملا سيليكونه كامله بالشوكولا كما كتشوفوا في لا فيديو، غادي ناخذ واحد المسطره وغادي نحيد ديك الشوكولا اللي كيكون في الوجه، يعني واحد الشوكولا كيكون زائد، يعني ماشي ضروري انه يبقى تما. حتى الحلوى ملي نزلوها في كويغطات يكون القاع ديالها يكون مسطح، ما يكونش يعني جهه طالعه وجهه هابطه كما كتشوفوا في لا فيديو. انا هذا المقطع هذا صراحه شاركت معكم واحد المقطع بسيط وهي فكره يعني واصله تكونوا فهمتوني، ماشي شي حاجه معقده بزاف. بهذه الطريقه هذه كتاخذ واحد المسطره وكنجرو ديك الشوكولاته اللي كيكون زائد. هنايا من بعد ما دخلتها للمجمد وخرجتها كما كتشوفوا هذا هو الشكل ديال الصبلي، بهذه الطريقه كيكون كما كتشوفوا حتى في الجوانب ديالو ما كايناش شي واحد الطبقه غليظه ديال الشوكولا، كتبان يعني واحد الطبقه رقيقه. هنايا غادي نحيد الصبلي من السيليكونه كما كتشوفوا، يمكنكم تنقيو داك الشوكولا الزائد اللي كاينه في الوجه قبل ما تحيدوا يعني الصابلي من السيليكونه. المهم اختياري باش ما تضيعوش يعني الشوكولات وصافي. بغيتو يبقى لكم داكشي يعني تسيبوا، المهم هو اصلا ما كيكونش زعما قبيح ولا شي حاجه، راه كيكون الشوكولا زائد في الوجه ديال السيليكونه، يمكن لكم تحيدوه هو الاولاني عاد يعني تنقيو داكشي اللي تما كامل عاد تبداو تحيدوا الصابلي. المهم اختياري هذه المرحله انا كنشارك معكم يعني داكشي اللي بغيتو مثلا تعملوه ولا ما تعملوش ما كيأثرش.
المهم هنايا غادي نحيد الصابلي من السيليكونه، غادي نحيد يعني الصابلي كامل من السيليكونه. وكما كتشوفوا هذا هو الشكل ديالو. غادي نزيد نشارك معكم واحد الطريقه كيفاش نملؤوا هاد السيليكونه هادي باش ندوزو الطريقه ديال التزيين ديالو. كنظن حتى لهنا يعني كلشي واضح. وهذا هو الشكل ديال الصابلي. هنا كنا باقي ما زيناش، يعني باقي كيبان سامبل ما فيه حتى شي حاجه. بالنسبه للعدد ديال الحبات، هنايا عندي 15 حبه سيليكونه وحده، يعني هذه سيليكونه وحده اللي عملت الاولانيه. بالنسبه للعدد ديال الحبات انا غنشارك معكم حتى عدد ديال الحبات وحتى الثمن البيع ديالها الا بغيتو مثلا تبيعوهم، بغيتو تخدموا شي كوموند، ولا الناس اللي باغي مثلا يدخلوا لهذا المجال هذا يخدموا كوموند. بشحال مثلا انا كنخرج هذا الصابلي هذا. بالنسبه لهنايا غادي نشارك معكم الطريقه الثانيه اللي قلت لكم كيفاش نملؤوا سيليكونه. واخا صراحه ما كانتش واضحه بزاف حيت كان خصني ضروري نهز السيليكونه ومع الكاميرا نتوما عارفين. المهم ان الفكره راه تجيكم يعني سهله وواضحه وفكره توصلكم. اول حاجه غادي نوضع شوكولا كما كتشوفوا بهذه الطريقه. غادي نوزع شوكولا في سيليكونه كامله. بالنسبه لهاد الطريقه هذه كنظن هي اسهل طريقه اللي انا كنستعمل دائما. بغيت نشارك معكم الطريقه الاولى الناس المبتدئين، يعني اللي مثلا عمرهم عملوا صابلي ولا شي حاجه، يعني هذيك الطريقه هذيك سهله. ولكن بالنسبه للناس اللي يعني معتادين انهم يخدموا صابلي بزاف، هاد الطريقه هذه كتجي سهله ودغيا يمكن لكم يعني دغيا تقدر تعدلوا شوكولا في سيليكون ما كتديناش واحد الوقت بزاف. كما كتشوفوا بهذه الطريقه هذه الا كانت مثلا شي كوموند كبيره راه ما يمكنش تبقى تخدم معلقه وجوانب. ضروري خصكم واحد الطريقه سهله باش الانسان ما كياخذش واحد الوقت طويل خدام في واحد الحاجه، في نفس الوقت كيبقاش على الطرق اللي كيكونوا ساهلين، يعني الطريقه اللي كتعاوننا باش كنسربيو راسنا دغيا. غادي نوزع الشوكولا في السيليكونه كما كتشوفوا كما قلت لكم. من بعد ما غادي نسالي يعني تنشوفوا بان كما كتشوفوا ان الجوانب كاملين فيهم الشوكولا. غادي ناخذ المسطره في حال الطريقه الاولى وغادي نمسح الوجه ديال السيليكونه من ديك الشوكولا الزائد باش ما يدعلناش. هنا يكون دخلت المجمد وخرجت. بالنسبه ملي كتدخلوها المجمد راه ما كتاخذش معكم واحد الوقت طويل بزاف، 10 دقائق هكذا الا خليتوها بزاف. وبالنسبه 7 دقائق كتكون واجده معنا، يعني كيكون الشوكولا شبار في راسو. يمكن لكم انكم تملؤوها. هنايا غادي نمل الحشوه بنفس الطريقه اللي شاركت معكم الطريقه الاولى، يعني ما كاينش هنايا اختلاف. غادي هذا المقطع هذا غادي نحاول انني نزربه حتى فايت لي شرحت لكم باش ما يجيش فيديو طويل. ويمكن ما كتشوفوا غادي نملا سيليكونه كامله بالحشوه، ومن بعد غادي نوضع في الوجه ديالها الشوكولا وغادي ندخل المجمد باش ندوزو الطريقه ديال التزيين. كنتمنى ان حتى لهنا يكون كل شيء مفهوم. وكما كتشوفوا هنايا من بعد ما ساليت غادي نملا الشوكولا بنفس الطريقه. وملي غادي نسالي غادي نعمل عاوتاني بنفس الطريقه مسطره، غادي نحيد الشوكولا الزائد. وبالنسبه لهنايا غادي ندوزو الطريقه ديال التزيين. هنايا من بعد ما ساليت جميع الحبات اللي عندي، عدد الحبات اللي خرجوا لي 45 حبه. هذا المقياس اللي عطيتكم، ولكن تقدروا تخرجوا من 60 حبه. المهم انا بغيت 45 حبه من هذه، خرج 45 حبه. تقدروا تخرجوا حتى 60 حبه. هذا هو المارشام اللي استعملت كما كتشوفوا ولا فيديو. عندي هنايا لاباط سكري. بالنسبه لاباط سكري يمكن لكم تشريوها، يمكن لكم تعملوها في البيت ان شاء الله يا ربي. دابا نشارك معكم الطريقه كيفاش كنحضروها في المنزل يعني بلا ما تشريوها. الا كان مثلا عندكم بحال هكذا الصابلي يمكن لكم تغلفوا بها كيك ديزاين. المهم هي كتستعمل اي حاجه يعني بحال ديال الزنقه، بحال كنشوف محلات يعني ما عندهم بائع مستلزمات الحلويات. بالنسبه لهنايا باش كنطلقوا لاباط سكري باش تعاوننا في الطليق ديالها كنطلقوها بمايزينا، يعني تما ماشي سكر كلاصي. عندي مايزينا باش طلقت بها. مايزينا كتساعدنا على التطليق ديال لاباط سكري. بالنسبه للتزيين انا غادي نزينو بواحد الطريقه يعني على حسب كليان. بالنسبه فيما يتعلق بالتزيين كيبقى على حسب كل واحد وشني كيعجبو وعلى حسب متطلبات الكليان. دابا هنايا غادي نزينو كما قالت لي يعني مولاتهم كما خصها غادي نعملو له. اول حاجه داك المرشم كما كتشوفوا كيقطعنا واحد الوريدات صغارين. كنتمنى ان تكون طريقه واضحه. كما كتشوفوا غادي نقطع ديك الوردات صغارين ومن بعد كنعمل فيهم ديك الجوهره.
وهنا غادي نقطع واحد الكميه. بالنسبه لشحال انا قطعت الوردات، قطعت 10. غادي نلصقهم فوق الصابلي ومن بعد عاوتاني نكمل يعني البقيه. المهم هنايا غادي نقطع 10 ومن بعد بديت كنلصقهم. بالنسبه للطريقه كيفاش كنلصقهم فوق الصابلي باش ما يتحركوا ما يتقلعوا، كتاخدوا ديك الوريده اللي قطعناها عملنا فيها ديك الجوهره، بعد كدهنوها بشويه ديال الماء، غير شويه كتاديوها بالماء وكتلصقوها فوق الصابلي. ما كتحركش نهائيا، يعني واخا مثلا يكون كيف ما كان يعني الوضعيه اللي فيها ديك الصابلي ما كتحركش، كتبقى مفيكسيه بلاصتها. هذه هي الطريقه باش تلصقوا هاد الوريدات، يعني باش تلصقوا لاباط سكري فوق الصابلي. بهاد الطريقه هذه غادي تساعدكم انها ما عطيرش مره. بالنسبه الجوهر اللي استعملت انا، انا استعملته في النقري. يمكن لكم تستعملوه في الذهبي، يعني ما كاينش الاختلاف، على حسب يعني نتوما الاختيار ديالكم، متطلبات يعني الكليان، او لا مثلا على حسب شنو كيعجبكم. ما كيبقاش هذا اختياري. بالنسبه بغيت نشارك معاكم وانتم كتشوفوا يعني الطريقه كيفاش كنخدمها، يعني داكشي واضح. بغيت نقول لكم بالنسبه لنا عدد ديال الحبات، يعني بثمن الحبات بشحال انا خرج هاد الكوموند هادي 2 دراهم للحبه. 2 دراهم الحبه باش خدمت هاد الكوموند. يمكن لكم تخدموها حتى 2 دراهم و20، ولكن مثلا بدرهم 50 يعني 150 ما تخدموهاش، راه ما كتسلكش، يعني ما مسلكاكمش. في هذه المرحله هذه كنت ساليت يعني التلصيق ديال الوريدات كاملين كما كتشوفوا. هنايا كنت كنعملو الذهبي ولكن مع الاضاءه ما جاش يبين. المهم عملت له الذهبي كامل، رشيت عليه الذهبي اللي شاركت معكم. يمكن لكم ترشوا ديك فرشات اولا مثلا المهم بالهواء ولا باش ما بغيتو. انا عملته غير بيدي دغيا يعني كيبان فوق منه، ولكن نظرا للاضاءه يعني ما جاش يبين. بالنسبه لمعلومه اخرى ما شاركتش معكم يعني ملي كنت كنذوق الشوكولا، حيت الكاميرا ما صورتليش هاد المرحله هادي وانا ما رديتش بال، يعني كان ما بقاليش الوقت بزاف. كنت حاولت انني نزرب دغيا باش نسالي. بالنسبه للطريقه يعني كما كتشوفوا ديال الشوكولا كندون واضحه، يعني تعملوا شوكولا سوداء في حمام مريم. ومن بعد كتبقاو تعملوها يمكن لكم شي بلاستيكه او لا مثلا شي لومبوط او لا مغروفه. مهم يعني كتعمل واحد شريطات هكذا، يعني شريطات يعني كندون واضحين ماشي صعابين. وهنايا غنكون وصلنا لنهايه ديال الفيديو. كما كتشوفوا كنتمنى ان الشرح يكون يعني مبسط. انا حاولت انني نوصلكم الفكره يعني مبسطه، حاولت نبسط داكشي لاقصى درجه باش كلشي يفهم. ويمكن لكم كما قلت لكم هذا الصبلي هذا تخدموه في مناسبات صغرى او كبرى. كنقول لكم شكرا على مشاهده الفيديو. اللي باقي حتى دابا كيتفرج في الفيديو، شكرا على المشاهده ديال الفيديو. حاولت نسرع شي لقطات باش ما يجيش الفيديو طويل. الى فيديو قادم ان شاء الله.